انا كان اول تصريح ليا عقب ما توليت الوزاره قلت ان الامن مش في القاهره والجيزه بس، الامن على مستوى المحافظات كلها، الامن هيبقى في ربوع مصر. واكدنا على الكلام ده كذا مره، وما يؤكد الكلام ده بعد ما اطمأنيت على التواجد الامني المكثف في القاهره والجيزه، وعطينا الامكانيات للمحافظات وفقا للاحتياجات الموجوده. بدات اشوف بنفسي، طلعت على الفيوم وطلعت على القليوبيه وبني سويف والنهارده الغربيه، وبعدين متحرك بعد كده على المنوفيه. مش عشان حاجه، انا عارف ان هيبقى فيه التواجد وكل حاجه، ولكن ليطمئن قلبي. حكمنا بالطارد، اذا الراجل وقف خلاص، انما لو رفع البندقيه في وجه الامن في تعليمات صريحه يضرب على طول. بننسق دلوقتي بالنسبه ل 25 يناير، يعني هتبقى ليها حاجه خاصه. طبعا هي يعني تواجبت ان يبقى مع ثوره 25 يناير، ولكن ان شاء الله هنعمل حاجه ان شاء الله تبقى حاجه مشرفه للثوره والثوار والشرطه.